أهلا بكم. مصر قالت لاءها وكل الدول العربية خلفها. إحنا جامدين قوي، مش فتحة صدر ولا عنجهية، لا، إحنا جامدين قوي بقدرات القوات المسلحة المصرية. فعلا قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي من زمان وما صدقناهوش. قال العفي محدش يقدر ياكل لقمته، والحمد لله جيش مصر جيش عافي، والدولة المصرية دولة عافية بتقدر تقول كلمتها، وقالتها على الملأ: لا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أي مكان في العالم. قالتها في وش الأمريكان، قالتها في وش الصهاينة. السيسي لا يخشى أحد ولا يخاف من أحد إلا رب العباد الواحد الأحد. مصر يا جماعة بتفرض كلمتها على الجميع، على أمريكا وعلى من وراء أمريكا وعلى إسرائيل وعلى الداعمين للكيان. لما تلاقي حاملة الطائرات الأمريكية اللي على مقربة من الحدود المصرية بيتم التشويش عليها وبتصطدم بسفينة بضائع وبتخرج خارج الخدمة تماما، تعرف إن الجيش المصري فايق، تعرف إن القوات المسلحة المصرية بتوجه رسالة للأمريكان إن إحنا فايقين وصاحيين ونقدر نعمل كل حاجة. لما تلاقي القوات الجوية المصرية بتمنع دخول القاذفات الأمريكية مجال مصر الجوي وبتعترض لها وبتمنعها من الدخول، تعرف إن القوات الجوية فايقة. الجيش المصري كله على أهبة الاستعداد، الجيش المصري كله بيقول لعبد الفتاح السيسي: شبيك لبيك، جيشك وشعبك بين ايديك. على طول بعد التطورات اللي بتحصل دي يا جماعة، الرئيس الامريكي المجنون ترامب بيتراجع. بتقول ايه يا عم؟ بقول لك بيتراجع، بيرجع لورا. عرف ان مصر مش مفوتة، عرف ان مصر واقفة على ارض ثابتة، عرف ان الجيش المصري جاهز لكل السيناريوهات. حتى الرئيس الامريكي ترامب طلع تصريح من يومين بيقول: لا يمكن ان افرض على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قرار التهجير. انا ما اقدرش افرض عليه حاجة في قرار التهجير، لكن حديثي كان مجرد اقتراح فقط، ويجب على الرئيس المصري ان يقبل اعتذاري، وشد تحت اعتذاري دي 300 خط. ويجب على الرئيس المصري أن يقبل اعتذاري إذا أخذ كلامي محمل الجد. تعرف ساعتها وبعد التصريح دي إن مصر كبير قوي. لازم تعرف إن الجيش المصري كبير قوي، لازم تعرف إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس كبير قوي، لازم تعرف إن الشعب المصري التفافه خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي أزعج الكيان وأزعج الأمريكان. بنتمنى كل التوفيق للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي عامل مجهود كبير قوي. يعني امبارح في اسبانيا وبيتعاقد على صفقة الغواصات الاسبانية، وبيدعو ملك اسبانيا ورئيس وزرائه لحضور افتتاح المتحف المصري في منتصف هذا العام. الرئيس بيلعب سياسة وبيلعب اقتصاد وبيلعب سياحة، وفي كل المجالات ما شاء الله ربنا يحفظه. وبيطير الرئيس عبد الفتاح السيسي من اسبانيا إلى العاصمة السعودية الرياض. النهاردة اجتماع القمة الخماسية في الرياض، مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن، والكل بينتظر، الأنظار العالم كلها بتتجه إلى الرياض لانتظار الخطة المصرية المقترحة لإعادة إعمار غزة. مصر عاملة خطة يا جماعة والدول العربية مشاركاها، والخطة ديت بتقول إن إحنا هنقدر نعيد إعمار غزة في 3 سنوات، من 3 ل5 سنوات. الولايات المتحدة الأمريكية بتقول إن الخطة بتحتاج من 10 ل 15 سنة، لكن مصر بتقول إن إحنا على استعداد لإعادة إعمار غزة في خلال من 3 ل5 سنوات. الخطة ديت هتبقى 50 شركة، منهم 20 شركة مصرية. من 50 20 شركة مصرية، في شركات عربية. الكل أنظار العالم بتتجه
نحو العاصمة الرياض لانتظار قرارات القمة الخماسية اللي بتشارك فيها الدولة المصرية بحضور الرئيس المصري أسد العرب وحامي الديار ومنقذ الوطن من الانهيار الرئيس عبد الفتاح السيسي.